خبر من الاخبار الوحشه اللي انا بعتبرها يعني تغيير كامل للمميزات بتاعه فيزا يلا باي. وطبعا زي ما عودتكم ان انا المفروض كل فيديو اطلع اتكلم على ميزه او عيب عشان نكون بنتكلم بصراحه. ما ينفعش اشكر لك في الفيزا دي على طول او اطلع عيوب في فيزا على طول. المفروض ان احنا بندور على الحاجه اللي تفيدنا، وده اللي المفروض انت تكون فاهمه وانت بتتفرج على الفيديوهات. من كام يوم سمعت شويه كلام على جروبات ان العموله بتاعت بطاقات البريد زي فيزا ايزي باي وفيزا يلا باي ما بقتش 6%، بقت 10%. فبصراحه انا شكيت في الموضوع ده، فرحت راسلت البريد المصري، ويا ريتني ما رسلتهم لان هم اكدوا المعلومه ان عموله الشراء بالفعل الدولي اتغيرت من 6 ل 10%. زي ما انتم شايفين هو ده نص الرساله. تم التوضيح في الرسائل السابقه ان العموله تغيرت يا فندم، لم تعد 6% اصبحت 10%. فطبعا كده الميزه اللي كانت بتميز فيزا يلا بي ان عموله الشراء بتاعتها كانت 6% بس، دلوقتي بقت 10%. وده ممكن يفسر شويه ليه الفيزا كانت واقفه الايام اللي فاتت. اكيد كان في تحديث في شويه تفاصيل خاصه بيها. خلينا بقى نتكلم على شويه بيانات بقى خاصه بفيزا ايزي باي. ان هم قالوا لي ان هي بتطبق عموله 1 في الألف بحد اقصى 20 جنيه لكل عمليه اموال محوله على الانترنت، بحد اقصى استلام من مواقع، عشان السؤال ده اتسالته من الباي بال او المواقع الربحيه، 2500 دولار يوميا و5000 دولار شهريا. وبالنسبه عمولة السحب النقدي الدولي 10%. طبعا ده لو انت بره مصر وبتسحب من ATM، مضاف ليها 30 جنيه على كل عملية. اما بخصوص كارت يلا فالحد الاقصى للشراء الدولي بالدولار ما يعادل 10000 جنيه على حسب بقى اي سعر الصرف. فدلوقتي اللي انت هتستنتجه ان انت معاك عمولة شراء دولي 10% ومعاك حدود دولية ما يعادل 10000 جنيه. وده الكلام اللي في الوقت الحالي، والكلام ده من مصدر زي ما انتم شايفين ده البريد المصري، الكلام ده مش من عندي. فانت كده مش هتقدر تحول من الباي بال الا مبالغ معينه على ايزي باي، 2500 دولار يوميا او 5000 دولار شهريا. وكمان معاك حدود شراء على ايزي باي او يلا باي هي ما يعادل 10000 جنيه مصري. وكمان معاك العموله بتاعت التعاملات الدوليه هي 10%. عشان كده اللي ما شافش الفيديو اللي فات بتاع كليفر، اما جيت قلت لكم ان هي هتعتبر من اكبر مميزاتها هي العموله الدوليه، سواء بقى باقه الجو اللي هي 8% او باقه الليجند اللي هي 6%. اتمنى بكده ان الرساله تكون وصلت لكم، عشان دي اغلبيه الاسئله اللي بتجيلي، وبعضها حاجات جديده وفي بعضها كانت حاجات قديمه. اتمنى التوفيق للجميع، ولو في اي اخبار جديده هقول لكم عليها. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.